فيلمنا النهاردة واحد من أهم وأفضل الأفلام اللي صنعت نجومية وشعبية الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، وجعلته نجم الشباك الأول في أمريكا لأفلام الأكشن والإثارة. الفيلم خلطة سحرية بين الأكشن والرعب والخيال العلمي. بتبدأ أحداث الفيلم باستدعاء الجيش والمخابرات لأرنولد شوارزنيجر والفريق بتاعه كواحد من أفضل جنود العمليات الخاصة في أمريكا، علشان يقوم بمهمة إنقاذ أحد السفراء اللي سقطت طيارته في الأدغال. هناك بيقابل أرنولد شوارزنيجر صديقه القديم ديلان، كان ضابط عمليات خاصة سابق لكنه دلوقتي شغال في المخابرات كشغل إداري. أصر ديلان إن هو يروح معاهم في المهمة دي. الحقيقة أهم ما يميز الفيلم ده هي الموسيقى التصويرية، وبالطبع الإخراج ولوكيشن التصوير اللي كان كله في مناظر طبيعية. وبما ان الفيلم اكشن ورعب، فتعبيرات وجوه الممثلين جزء مهم جدا من نجاح الفيلم. وهنا ديلون بيقنع ارنولد ان دي عملية مخابراتية تحرير رهائن والسفير، ومفيش فيها اي عدوان على حد. كل واحد في فريق داتش او ارنولد شوارزنيجر كان بيتميز بحاجة، وعارفين بعض كويس اوي لانهم قاموا بعمليات كتير مع بعض. وبالفعل بتبدأ المهمة. الطيارة الهليكوبتر بتنزلهم في وسط الأدغال، وبعد ما يخلصوا مهمتهم هترجع تاني علشان تاخدهم، وبيبدأوا في استكشاف الموقع وبيلاقوا الطيارة الهليكوبتر اللي أسقطها الثوار زي ما ديلون أبلغهم، وكل طاقم الطيارة مضروب بالنار في راسه وميتين كلهم حسوا إن في حاجة غريبة في الموضوع. بيلي كان مشهور إن هو بيقدر يشم ريحة المخاطر، وأحسن واحد بيعرف الطرق. كان دايما حاسس بيلي ان في شيء غريب وغامض في المهمة دي. واثناء بحثه واستكشافه وجد مجموعة من جثث لجنود سابقين مقتولين ومتعلقين على الشجرة بطريقة بشعة. وقائد المجموعة دي كان صديق لأرنولد. واضح ان ديلون بعت كذا فرقة قبل كده، لكن للأسف كلهم ماتوا، وأخيرا استعان بأرنولد. منظر الجنود المقتولين سبب لهم الغضب الشديد جدا، وقرروا ان هم ينتقموا من الثوار فورا. لكن كان في شيء غريب وغامض بيراقبهم وهم مش شايفين، بيرصد جميع حركاتهم وافعالهم. كان بيسجل كل حاجة، حتى كلامهم وضحكهم. وبالفعل بيوصلوا لمكان تجمع الثوار علشان يحرروا الرهائن، وعلى رأسهم السفير زي ما قال لهم ديلون. وبالفعل بيقرر أرنولد الهجوم بعد ما شاف واحد من الثوار بيعدم أحد الأسرى بطريقة همجية ووحشية. في واحد من أقوى مشاهد الأكشن المشهورة بها السينما الأمريكية، وخاصة أفلام أرنولد شوارزنيجر. وبالفعل تم تدمير الموقع عن آخره، لكن فوجئوا جميعا إن ما كانش فيه رهائن، مفيش غير بنت كده من الثوار أثروها معاهم. وهنا عرف داتش أو أرنولد إن ديلون خدعه، وما كانش فيه سفير ولا دبلوماسيين أسرى ولا حاجة. وكل الحكاية عملية قذرة من عمليات المخابرات. وقرر أرنولد الرجوع، لكنهم لسه بعيد عن موقع الطيارة الهليكوبتر اللي أنزلتهم، وجات لهم أخبار إن الثوار بيجمعوا نفسهم وهيشنوا هجوم عليهم، لازم يغيروا طريق عودتهم. بيلي اقترح طريق آخر، لكن قال لأرنولد إن الطريق دوت محفوف بالمخاطر الشديدة. بيلي كان دايما حاسس إن في شيء غامض وخطير مستنيهم في الغابة، وفي لحظة بيتوقف بيلي وبيبص للأشجار بشدة. في نفس الوقت الصياد اللي بيطاردهم مش سايبهم. وفي مرة حاولت البنت الهرب، وفي اللحظة دي بتظهر شخصية الصياد كأول ظهور ليها في الفيلم، وبتصطاد أول واحد من فريق العمليات الخاصة. بيطلب أرنولد من فريقه إن هم يدوروا على جثة زميلهم، لكنه فوجئ بأحد الأفراد بيقول له تعالى شوف، مفيش حاجة متبقية من الجثة. بيطلبوا من البنت تقول لهم هي شافت إيه،
قالت لهم معرفش، زي ما يكون شبح هو اللي قتل الجندي. محدش صدقها وبدأوا يدوروا على الجثة. في نفس اللحظة كان الصياد بيصطاد الجندي التاني، وهناك ماك بيشوف الصياد لأول مرة شكل كده متلون بلون الغابة. جات له حالة هستيرية وبدأت إطلاق النار بصورة عشوائية في كل الاتجاهات. كل زمايله لما سمعوا إطلاق النار جم وجاملوا معاه بإطلاق النار هم كمان. لكن في النهاية النتيجة صفر، ما قدروش يعثروا على جثة. لكن كان في سائل أخضر موجود على أوراق الشجر، واضح إن ده دم الصياد أو المخلوق الغريب ده. واللون الأخضر بيدل على البدائية أو الأصل في الأشياء وصغر السن، بيقولوا الولد ده عوده لسه أخضر. الحقيقة مخرجين الفيلم وصناع الفيلم ما سابوش تفصيلة إلا لما ناقشوها أكيد مع بعض قبل الفيلم، وده سر وسبب نجاح الأفلام الأمريكية. أرنولد بيطلب من ماك إنه يفخخ المنطقة المحيطة بيهم عشان لو المخلوق ده حب يهاجمهم تاني يقع في المصيدة. الجندي اللي مات ده كان صديق لماك جدا، وآثار دم البريديتور كانت موجودة على بنطلون البيت. في نفس اللحظة قعد البريديتور أو المخلوق ده علشان يعالج الجرح اللي أصيب بيه. عنده أدوات جراحة مش موجودة في القصر العيني. وهنا بدأ ديلون وأرنولد يستجوبوا ماك تاني، لأن هو الوحيد اللي شاف المخلوق لحد دلوقتي. قال إنه شاف عينين بتبرق بس، وحاجة كده عاملة زي الشبح. هنا تأكدت شكوك بيلي إن في شيء خطير مستنيهم، وقال لهم كلنا هنموت. وبالفعل في شيء وقع في المصيدة، وتمكن ماك من إنه يقتله. لكن ما طلعش المخلوق، طلع خنزير بري. راحوا عشان يشوفوا جثة زميلهم، لقوها اختفت، والبنت الأسيرة خايفة ومرعوبة. عرف أرنولد إن هو بيشوف الأسلاك الصناعية اللي بتستخدم في المصايد أو عمل الفخ. طلب أرنولد هنا من البنت إنها توصف له المخلوق شكله إيه، بس كل اللي أعرفه إن هو بينزف. قال لها طالما بينزف يعني ممكن نقتله. فطلب من فريقه إن هم يعملوا مصايد طبيعية استخدام حبال من الشجر وكل حاجة من الطبيعة. وفي النهاية نصبوا الفخ وقاعدين مستنيين المخلوق. لحد ما ديلون اتريق وقال دلوقتي ما فاضلش غير حتة الجبنة. وارنولد عمل نفسه طعم ووقف في نص المصيدة. بالفعل اصطادوه، لكنه اتخلص من المصيدة بمنتهى السهولة والذكاء أيضا. وهنا ديلون شافه ومصدقش نفسه. ماك اتجنن وفضل يجري وراه. حاول أرنولد يمنعه، لكن ديلون قال له أنا هروح أجيبه. استغرب أرنولد، لكن ديلون قال له سيبني أصلح غلطتي. بيلي قال لأرنولد إن إصابة الجندي خطيرة جدا ومش هينجو. وبالفعل راح ديلون عشان يساعد ماك. ماك كان هيجيب له سكتة قلبية، وقال له بص المخلوق موجود هناك اهو. وبالفعل ديلون شافه وقال لماك اقتراح، وقال لماك انا هلف من وراه واضرب عليه نار علشان يجي ناحيتك، وانت كون مستعد ان انت تقابله من الامام. ماك قال له تمام. وبالفعل بدأ ماك يزحف علشان يقابله من قدام، لكن ما كانش مجهز نفسه للمفاجأة دي. وبالفعل بدأ أرنولد وبيلي والجندي يتحركوا باتجاه الطيارة الهليكوبتر. ديلون بعد ما لف بينده على صاحبه ماك لقاه مقتول. بيبص كده لقى الصياد واقف له على الشجر، لسه هيرفع الرشاش ويضربه، لقى الصياد سبقه واداله طلقة طيارة دراعه بالرشاش. وفي النهاية تمكن الكائن البدائي من قتل ديلون.
ولما سمعوا الصرخة تأكدوا ان ديلون وماك خلاص البقاء لله. بيل غضب جدا ورمى السلاح الآلي من معاه وقرر انه يكمل بلدي. حاول ارنولد ان هو يفوقه لكن مفيش فايدة. وهنا قرر المخلوق ان هو يتخلص منهم قبل ما يركبوا الطيارة ويهربوا. قتل الجندي المصاب، ولما ارنولد اطلق عليه النار اصابه في ايده. مكنت البنت من الهرب لان معهاش سلاح. حاول ارنولد يتغلب على الامه، بالفعل سحف وطلع يجري، والمخلوق فضل يجري وراه وبيطارده. اتزحلق ارنولد من على تل ووقع في المية. المخرج حب يدي استراحة او بريك للمشاهدين بعد سلسلة الاحداث العنيفة والمثيرة اللي شافوها، لان طبعا معروف ان منظر المية والسباحة بيهدي الاعصاب. وبالفعل تمكن ارنولد من الوصول للشاطئ، ولسه يدوبك هياخد نفسه لقى المخلوق الغريب نط وراه في المية بسرعة. زحف ارنولد وطلع من المية، لكن هدومه وجسمه كله اتغرق بالطين. واستخبى ارنولد في ظل احد الاشجار اللي وقع على الارض وبين اغصانها. هنا اكتشف ارنولد ان مقدرش يحدد مكانه لان جسمه كان مغطى بالطين، ومن المعروف علميا ان الطين ليه القدرة على اخفاء حرارة جسم الانسان. وبدأ ارنولد في استكشاف المكان، اختيار ارض المعركة المناسبة للقضاء على البريديتور او المفترس، وتجهيزها بالاكمنة والافخاخ اللازمة لاصطياد البريديتور. وجهز اخر ملاذ ليه بفخ من اليمين ومن الشمال. كل اسلحته كانت من الطبيعة. في نفس الوقت كان البريديتور بيتسلى بالجثث اللي اصطادها. واختار التوقيت المثالي لبداية المعركة لما يكون القمر بدر. بدأ يفضي البارود في اوراق الشجر، وبدأ ارنولد يستعد للمعركة. بدأ يدهن كل جسمه بالطينة علشان ده سلاح التخفي بتاعه. وبالفعل في يوم القمر فيه مكتمل بدأ ارنولد في لفت نظر البريديتور او المفترس. وبدأ المخلوق يسن السكاكين بتاعته استعدادا لاصطياد فريسة تانية. وأشعل أرنولد النار عشان تجذب ريها البريديتور، واستخبى بين الشجر. وبالفعل النار جذبت البريديتور، لكن المفاجأة انه لقى البريديتور نازل من وراه مباشرة. بسرعة استخدم حبال طرزان وانتقل لشجرة تانية. راح المخلوق عند النار وأصبح هدف واضح بالنسبة لأرنولد، وبالفعل أطلق عليه سهم من سهام البارود اللي معاه. لكن الرد كان مباشر وحاسم لدرجة وقعت أرنولد من على الشجرة. وبدأ أرنولد يختفي من وراه عشان يوجه له ضربة تانية. وأرنولد بيهرب من على الجسر فوجئ بالمخلوق واقف قدامه. نزل أرنولد واتشعلق في الجسر من تحت. استطاع أرنولد إن هو يحدد مكانه، وبالفعل وجه له حربة فيها بارود أصابته بشدة وخلته ينزف. فضل أرنولد متتبع آثار الدماء الخضراء بتاعته عشان يعرف مكانه ويخلص عليه. أثر الدماء انتهى في خندق كده، لكن فوجئ أرنولد بالدم بيسيل من خلفه ونازل عليه. وإن المخلوق قدر يشوف ظهر أرنولد وهو اللي عمل له فخ. حاول يشعل النار عشان يشتت انتباه المخلوق، لكن المخلوق كان ذكي جدا
ونزل أرنولد في المية. طبعا كل الطينة اللي على جسمه اتمسحت. في ناس بتشوف طبعا لو مكان أرنولد هتفضل تحت المية مش هتطلع يعني. وهنا قبض عليه المخلوق وقعد يفحصه، لأن المخلوق أعجب جدا بأرنولد إنه وصل معاه للدرجة دي. في الحقيقة الممثل اللي كان قايم بدور بريديتور يستحق التحية على الأداء والحركة، وقرر يخوض معاه صراع راجل لراجل بدون أي أسلحة. وبالفعل بدأت المعركة، لكن معركة غير متكافئة، لأن أي ضربة من أرنولد ما بتأثرش في المخلوق ده. وعانى جدا أرنولد وخد علقة موت. لحد ما في النهاية قدر ان هو يزحف ويهرب الملجأ الأخير اللي كان مجهزه بالكمين. جري وراه البريديتور، لكنه قدر يكتشف أول فخ ولف من الناحية التانية. وهنا أسقط عليه أرنولد الشجرة اللي كان رافعها، وبالفعل قدرت تنهي حياته. فوجئ أرنولد بالمخلوق وهو بيردد الكلمات اللي بيقولها، وكأنه طفل بيتعلم الكلام، لكنه بدأ يظبط جهاز التفجير الآلي، وبدأ يضحك نفس الضحكة اللي كان بيضحكها بيلي. وهرب أرنولد بأقصى سرعة. لو الفيلم عجبك ادعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.